بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من النبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعوا هداه الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، النهارده جايين لكم في دولة مش موجودة إلا في خيال مدعي العنصرية، في دولة لا توجد إلا في خيال من يحتسبون أنهم في مظلومية. النهارده سلسلة حلقات إن شاء الله تابعوها بعنوان كيف تقزم البطل وكيف تصنع من فاشل بطل. تيجي نبدأ بكرة السلة. موسم استطاع فيه نادي الزمالك انه يستقدم مدرب هو الافضل في تاريخ كرة السلة المصرية، اوجست بوش، ومحترف هو الافضل بين المحترفين في الدوري المصري بعد ستوجلين، وهو والتر هوج، وعودة طير مسافر انس اسامة من الدوري الامريكي، واستقدام بلاي ميكر قوي اسمه احمد عزب، وتصعيد طفرة في كرة السلة اسمه مهاب يوسف، مهاب ياسر عفوا. ويتسيد الزمالك والزملكاوية كرة السلة المصرية، ويستطيعون العودة بعد أي تأخير، ويقهرون الفريق تلو الآخر، ويحصلون على البطولة المحلية، وهم على مشارف الحصول على البطولة إذا بلوائح تطبخ وتصنع أن الفائز لا يستقدم سوى لاعب واحد، صاحب المركز الأول لاعب واحد، في سابقة غير موجودة في أي اتحاد وأي لعبة غير في مصر، وصنع خصيصا من أجل الزمالك. ليس هكذا فقط، ولكن بأموال لا يعلم مصدرها أحد إلا من ينفقها. إذا بالأهلي يعرض على أوجست بوش صاحب $7,000 شهري إلى $49,000 شهري، وولتر هودج صاحب $4,500 شهري إلى $24,000 شهري. مرتبات تصل إلى أسعار لاعبي كرة القدم المصرية، فيتم تفريغ الفريق من أهم من فيه، ومنح دراسية تأتي إلى مهاب ياسر وأنس أسامة ليتم تفريغ الفريق بفعل فاعل. في الناحية الثانية يتاح الفرصة لصاحب المركز الثالث والرابع من استقدام صفقات، فيصبح قوي اللعبة ضعيفها، عملاق اللعبة قزم، وقزم اللعبة بطل. وفي الكرة الطائرة الفريق الحاصل على السوبر والدوري والكأس يتم صناعة بطولة من لا شيء وهمية ليلعب فيها ثالث الدوري ورابع الكأس، في وقت تم تفريغ البطل فيه من نجومه وتهجير محترفيه عبر تأجيل الأجندة المحلية أكثر من مرة. وبعد إعارة محترف الزمالك تقام البطولات ويحجز على الأموال، فيعجز إداري النادي عن سداد المستحقات، فيقزم البطل ويعظم القزم. وفي كرة اليد وعلى شاكلتها تصنع الأعاجيب. هكذا في مصر، إن كنت بطلا نستطيع تقزيمك، فلا تدعي على نفسك قوة إلا من أردنا لها أن تكون. نعم، الزمالك لا يحارب في كرة القدم فقط، ولكن في كافة الألعاب حتى التي لا ينافس فيها الأهلي. وخير مثال ما نراه في كرة الطايرة هو الحكم الفاجر السافر في أكثر المباريات، وكل النقط التي عليها شك تحتسب للأحمر، وكل النقط التي لا يتأكد منها تحتسب على الأبيض. هكذا هو الحال، فلا تظن عزيزي المشجع الزملكاوي الذي يشاهد كرة القدم فقط أنك في مظلمة، ولكنك في ملطمة، أنت في مفسدة. وليأخذ الله الحق من
سالبيه ويعطيه إلى مستحقيه. نراكم بعد الفاصل وفصول جديدة في كرة القدم، وكيف تقزم البطل وكيف تعظم القزم. نراكم بعد الفاصل.